تفاصيل مقتل شابة عشرينية على يد والدها في السويداء. إليكم تفاصيل الخبر، ولكن فضلا قبل ذلك الاشتراك بالقناة. ارتكب شخص في قرية لبين بريف السويداء الغربي جريمة أودت بحياة ابنته ليليان أبو سرحان قبل أن يحاول قتل والدتها التي نجت بأعجوبة. وبحسب شبكة السويداء المحلية، فإن المعلومات الواردة من قرية لبين تفيد بأن الوالد عز الدين أبو سرحان قتل ابنته ليليان، ثم هاجم والدتها وطعنها بعد مقتل ابنتها أمام عينيها. وأثارت الجريمة استياء واسعا، خاصة أن الضحية كانت في العقد الثاني من عمرها، ومعروفة بحبها للحياة وعلاقتها الطيبة مع من حولها. أوضح سكان القرية أن الوالد غادر المنزل بسيارته مباشرة بعد ارتكاب الجريمة، في حين أفاد بعض أقاربه بأنه أقدم على إنهاء حياته لاحقا. ومع ذلك هناك روايات متضاربة حول مصيره، فقد أشار بعض الأهالي إلى استمرار الغموض بشأن مكان وجوده. وكانت سوريا قد تصدرت قائمة الدول العربية من حيث ارتفاع معدل الجريمة، واحتلت خلال الأعوام القليلة الماضية مراتب متقدمة على قائمة الدول الأخطر في العالم. وبكان تاني من الخبر، بشكركم على حسن استماعكم. فضلا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وسنوفيكم بكل ما هو جديد.